أي عقار في العالم علشان خاطر نقول إن قيمته فعلا حصل فيها تطوير، مين اللي هيسكن العقار؟ هي دي الزتونة. لازم نهتم كويس بمين هيستخدم المكان. عشان نعرف نقدم عمران مظبوط لازم المطور يبقى فاهم كويس هو عايز يقدم المنتج النهائي بتاعه لمين. ودي الزتونة الأساسية اللي لازم نفكر فيها قبل ما نبقى بنتعامل مع أي مطور. أي عقار في العالم علشان خاطر نقول إن قيمته فعلا حصل فيها تطوير، وإن فعلا القيمة بتاعته حققت لأصحابه ثروات، سواء كان بالاستفادة من العقار أو بإعادة بيعه أو تشغيله أو تأجيره، كلها المطور بتاعها كان بيفكر من الأول مين اللي هيسكن العقار. معنى يسكن مش إن هو يعيش أو يسكن كسكن، ولكن يشتغل في العقار، سواء كان العقار ده سكن أو العقار ده مكتب أو العقار ده مستشفى أو عيادة أو مصنع أو مخزن، أيا كان. لازم من أول يوم المطور يبقى فاهم كويس مين اللي هيشتغل في العقار. العقار منتج زيه زي أي منتج احنا بنشتريه. المنتج النهائي هو ده اللي ليه قيمة. دلوقتي اللي بيحصل بعض التداولات على عقارات في مرحلة ما قبل التسليم، ودي بتبقى قيمتها أقل بكتير من اللي يستحق العقار، لأن العقار تقييمه فعلا بيكون مع بداية مرحلة التشغيل، لأن ساعتها بتكون المعادلة وضحت للكل، بنقدر ان احنا نفهمها من الأول. لو المجموعة القائمة على تخطيط وتنفيذ المشروع فاهمة الهدف النهائي من أول التصميم، وده دور مهم جدا للمشروع، من أول التخطيط العمراني وتصميم الوحدات، إن هو بيبقى عارف كويس اللي هيشتغل في المكان هو محتاج إيه. فعلشان خاطر يراعي كل الاحتياجات بتاعته لازم دوره بيكون بادئ من أول لحظة في المشروع. لما بنعدي كل مرحلة بيحصل شكل من أشكال التطوير بما يتناسب دايما عينينا على المستخدم النهائي. حتى لو انت بتحط فلوسك في استثمار، انت لازم بتقول انا بستثمر علشان مين اللي هيستفيد بالمكان في النهاية. فلو احنا ما راعيناش الكلام ده، او في حلقة من حلقات التصميم او اختيار الخامات او شكل التشطيبات او الخدمات اللي ممكن تبقى موجودة في المشروع بما يتناسب مع المستخدم النهائي، يبقى احنا في عندنا مشكلة كبيرة. ما اقدرش ان انا اتعامل مع المطور اللي مش فاهم الكلام ده من النهاية. مع الاسف دول بيبقى بسبب عدم تكامل الخبرات بالشكل المظبوط بيحصل ان في حلقات من حلقات القيمة المضافة اللي كنا بنتكلم عليها مش موجود أو حجمها أصغر. هي المفروض إن كل قيمة تتكامل مع قيم الباقية عشان السلسلة تبقى مظبوطة. هي دي الزتون. علشان نعرف نختار الكلام ده لازم يبقى معانا حد يشوف التفاصيل المرتبطة بالمشروع مش ازاي من اول يوم، علشان نبقى متوقعين النتيجة بتاعته مظبوط. انت لازم يكون عليك دور ان انت تبقى فاهم انت عايز العقار علشان ايه. لو استخدامك لازم تبقى فاهم احتياجاتك. لو استثمار تبقى عارف انت هتستثمر مع مين علشان خاطر تعرف تختار العقار المظبوط. التفاصيل دي احنا مرينا فيها بكم مشاكل كبير قوي. معظم مقدمي الخدمات بيبقى كل واحد مركز في الحتة بتاعته. المصمم عايز يعمل التصميم اللي هو شايفه، ممكن يكون فيه قيمة أكبر لو تكامل مع عمليات التشطيب واختيار الخامات والتشغيل علشان نقدر نقول ان احنا بنقدم منتج مميز. على فكرة هو المنتج المميز مش شرط يكون الأغلى ومش شرط تكون تكلفته الأعلى، ولكن هو الأنسب. اختيار الأنسب هو ده الزتونة اللي تخلينا نعمل مشروع عقاري مميز من غير ما نبقى اتكلفنا تكاليف زيادة، وبما يتناسب بالظبط مع احتياجات العميل اللي هيستخدم العقار. ممكن في وقت من الأوقات نبقى مش محتاجين ان احنا نحط أرضية رخام، ممكن تكون أرضية أقل من الرخام ولكنها تتناسب، ان هي مش بتزحلق، ان هي تتناسب مع الناس اللي بتستخدم العقار. لو العقار ده مستشفى، لو العقار ده عليه كم من الحركة
كبير. اختيار الخامات اللي تخلي صيانته ونظافته وامان العملاء اللي بتتعامل عليه هو ده الاهم، هو ده اللي بيخلي العقار بالنسبه لي مكمل. احنا لو شفنا معظم العقارات اللي موجوده على مستوى العالم وقيمتها بتزيد، وبالعكس ده في بعض العقارات منها لا تقدر بثمن، هتلاقي ان تكامل التفاصيل من اول التصميم لغايه اللمسات الجماليه لغايه الاهتمام بالاضاءه، مسارات الهواء، بالانسان في اطار المنظومه العقاريه اللي احنا بنعملها، هو ده اللي بيخلق حياه متكامله تخلي اللي داخل المشروع او داخل المكان مستريح نفسيا. اللي بيبقى مستريح هيقدر يكمل، هيقدر ينتج، هيقدر يعيش مستريح. لو عايش مستريح هينتج في شغله. يبقى احنا وصلنا للهدف النهائي اللي هو إعمار الأرض، فبقى كل واحد بيقدم دوره كما يجب علشان اللي جاي بعده أو اللي هيستخدم المكان أو اللي هيصين المكان أو اللي هيعمل أي معاملة مرتبطة بالمكان قادر إن هو يعملها بالشكل الأنسب في الوقت الأنسب بالطريقة الأنسب بما يتناسب مع المستخدم النهائي. زتونة مهمة جدا لازم نعرفها، عينينا على المستخدم النهائي. لو انا بصمم مخزن بختار مكانه ما اهتمتش بشكل الحركة والدخول منه وليه، شكل التحميل اللي ممكن يبقى موجود، نوعية الأرضية، شكل أنظمة الإطفاء والأنظمة الأمان اللي ممكن تبقى موجودة، طبيعة العمالة اللي بتبقى موجودة علشان خاطر تنزل وتطلع، شكل العربيات اللي داخله، نوع المعدات اللي هتبقى موجوده. لو انا ما راعيتش الكلام ده كله من الاول هيبقى في الاخر احنا ممكن نكون عملنا مشروع او عقار، حطينا استثمارات في مشروع كنا متوقعين ان هو يدينا عائد بشكل معين، ولكن النتيجه هو لا يناسب مستخدم النهائي اللي هو العامل اللي بينزل وبيرجع البضاعة من المخزن للعربيات والعكس. لو أنا ما راعيتش احتياجاته في المشروع ده هيبقى أنا بالنسبة لي خسرت خسارة كبيرة كمطور، وأي حد اتعامل على المشروع ده وحط فلوس فيه هيخسر. الهدف الأساسي اللي احنا لازم نبقى بنفكر فيه قبل ما نخش في أي مشروع، سواء كان المشروع ده سكن، المشروع ده على البحر، المشروع ده صناعي، ايا كانت تفاصيل المشروع، لازم نهتم كويس بمين هيستخدم المكان. دي الزتونة بتاعة النهاردة. كنت معاكم محمد إبراهيم من الزتونة العقارية، ودمتم في رعاية الله.